السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير كده وصحة وسلام دايما معانا. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن 5 خطوات. آه نفذيها معايا كده ان شاء الله. نظمي اوقاتك، فن إدارة وتنظيم الوقت. ازاي يبقى عندنا فن في إدارة وقتنا وتنظيمه؟ نظمي اوقاتك تسعدي بحياتك. اول حاجة هنتكلم عليها في ال5 خطوات دي، اول خطوة ودي اهم خطوة معانا، ان انت تصحي بدري. الصحيان بدري، كلنا بنقول ان احنا مثلا ايه، اليوم ما بيكفيناش، الوقت بيجري بسرعة، ولادنا بياخدوا وقت كتير مننا، البيت بياخد وقت كتير مننا. لا، احنا هننظم، هنعمل كده خطة لفن إدارة وتنظيم وقتنا، ان احنا ازاي ننظم يومنا، ازاي نرتب يومنا بحيث ان احنا ننجز كل مهامنا في اسرع وقت ممكن، وان احنا نستغل وقتنا ده في كل ما هو ايه مفيد، نستفيد بكل لحظة. لان حبايبي زي ما انتوا عارفين ان الوقت اللي بيعدي ما بيرجعش تاني، وان الوقت ده وقتك ثمين، وقتك غالي، لازم تنظميه وتستفادي بيه انتي واولادك وكل افراد اسرتك. يبقى اول خطوة معانا في ال5 خطوات، هاتي ورقة وقلم كده واكتبي معايا. 1، ان انتي تصحي بدري، ان احنا نصحى الصبح بدري. وخاصة بقى لو انت عندك اطفال، لازم تصحي قبليهم على الاقل بساعة، على الاقل تقومي بساعة او ساعة ونص. ليه بقى؟ ان انت الساعة دي هتفرق معاكي وفي يومك، هتفرق في تنظيم يومك كله. بمعنى ايه؟ ان انا اما اعود نفسي ان انا اظبط مواعيد نومي، انام بدري، بالتالي هيترتب عليه ان انا هصحى تاني يوم بدري. الساعة بقى اللي انا هقومها قبل اطفالي دي او الساعة ونص، هقوم اشحن فيها طاقتي، هرتب فيها افكاري، هنظم فيها وقتي بتاع اليوم كله. هقوم الصبح كده اشحن طاقتي، اصلي كده ايه ركن العباده بتاعي، اصلي اتوضى واصلي ركعتين، تبداي تحضري فطار كده صحي وحلو ومفيد ليكي، مشروبك المفضل يبقى جنب منك، تاخدي نفس عميق في جو هادي، بدون دوشه ودون ازعاج وماما ما انت عارفه طبعا الاطفال، ربنا يخلي اطفالنا كلهم ويبارك فيهم يا رب. بس طبعا الاطفال بيبقوا عايزين مجهود وعايزين طاقه وعايزين وقت مننا، فلازم انتي تشحني طاقتك وترتبي افكارك قبل ما اطفالك يصحوا. ده صدقيني عن تجربة شخصية هيفرق معاكي جدا 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 في يومك. هتقومي زي ما اتفقنا، هتصلي ركعتين، وهتقعدي كده تفطري فطارك الجميل الصحي زي ما اتفقنا، وهتشربي مشروبك المفضل. وبعد كده هتقومي بقى هتقعدي كده تاخدي نفس عميق، تشحني طاقتك في جو هادي رايق. وبعد كده هتقومي بقى ايه، تشوفي يومك بقى عامل ازاي، تبداي ترتبي دماغك وترتبي افكارك. تاني حاجة بقى في ال5 خطوات بتوعنا دول، تحددي تجيبي نوت بوك كده، نوت بوك صغير، كراسة صغيرة، هتكتبي فيها اولوياتك، اولويات يومك، ترتبي فيها يومك. انا النهاردة عندي 1 2 3، كل ده هيتكتب عندك في النوت بوك. انا عندي النهاردة مشوار، انا عندي مشوار للدكتور بتاع الاطفال بتاعي، لا انا عندي النهاردة تمرين لبنتي، لا انا عندي مشوار هروح اشتري مشتريات للبيت. كل ده في النوت بوك بتاعك، تحددي وقت لكل حاجه. خلاص احنا رتبنا، قمنا شحنا طاقتنا، قمنا بدري شحنا طاقتنا، اخدنا فطارنا، عملنا كده راحه نفسيه وسلام نفسي داخلي، بدأنا بقى نرتب افكارنا ونرتب دماغنا. تاني حاجه هنجيب النوت بوك بتاعتنا الحلوه، اي نوت بوك عندك صغيره او كراسه صغيره يعني، هتكتبي فيها اولوياتك واهدافك بتاعه اليوم، وتحددي لكل حاجه وقتها. خلاص كده، ليه؟ عشان مفيش حاجه تسقط منك، يعدي اليوم وتكوني انت نسيتي حاجه او نسيتي من وقتك في يومك حاجه، وتيجي تقولي لا نخليها بكره، لا نخليها بعده. لا، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. تعودي على كده، ما تأجليش حاجه، لان الوقت اللي بيعدي ما بيجيش تاني. احنا كل لحظه في حياتنا بتعدي ما بترجعش تاني. وقتنا ده غالي وثمين، ولازم نستفاد منه ونستغله كده في كل ما هو مفيد، وكل اللي ينفعنا وينفع ولادنا. ان وقتنا ده اصلا هنتحاسب عليه. وقتك اللي بيضيع ده في اي حاجه ما بتستفاديش بيه فيها، هنتحاسب عليه. فلازم ننظم وقتنا. نظمي، خليكي كده عارفه المقوله دي معايا، نظمي اوقاتك تسعدي بحياتك. كل ما تكون حياتك منظمه اكتر، كل ما هتكوني سعيده في حياتك اكتر. تالت حاجه، وبرده دي من الحاجات المهمه جدا، تحديد لكل حاجه وقت زمني. كل حاجه في بيتك انت بتعمليها او بتنجزيها في يومك، تعملي لها وقت زمني، اللي هو ايه؟ تحدي الساعه، بما يسمى بتحدي الساعه. انا خلاص عامله ساعه كده في اليوم،
انا هخش كل غرفه، عندي غرفه 2 3 خلاص اوكي مفيش مشاكل. انا عامله تحدي الساعه، هخش هنا هغير الفرش السرير، هنا هشفط بالمكنسه، هنا هلملم حاجه الولاد، هنا هعمل خلاص. هخش على مطبخي، عندي كام حته مواعين هخلصها، خلاص انا عارفه مرتبه دماغي ومعايا النوت بوك بتاعتي كاتبه فيها اولوياتي واهدافي وهعمل ايه اكل النهارده. خلاص هخش انا عارفه احط اكلي على النار، اظبط اكلي وطبختي ووصفتي. ها، وفي نفس الوقت وانا الاكل على النار انت واقفه مستغليه وقتك واكلك على النار. اي حاجه بتطلع من المواعين انت بتشطبيها على الحوض، بحيث ان انت تطلعي من مطبخك اكلك معمول، مواعينك مغسوله، رخامتك زي الفل، حاجتك متلملمه حواليكي. ده ايه؟ تحدي بما يسمى بتحدي الساعه. ان انا داخله 1 2 3، ما خليش اي حاجه تاثر على وقتي. لا انا خلاص داخله عارفه هدفي هنا ايه، خلاص اركز في الحاجه اللي بعملها وانجز في وقتي. وهتلاقي معاكي اليوم ما شاء الله مبارك فيه، وقتك يعني فيه بركه. ليه؟ لان انت صاحيه بادئه يومك من بدري، زي ما قلت لك احنا هننام بدري وهنصحى بدري. هتلاقي اليوم معاكي ايه؟ وقتك كله انت ليكي. رابع عاده، ابعدي عن اي مصادر خارجيه تاثر عليكي او تضيع وقتك وانت بتنجزي يومك، خلال يومك وانت بتنجزيه. بمعنى ايه ان انا ابعد عن اي مصادر خارجيه؟ زي الموبايل، زي التلفزيون. ما تمسكيش الموبايل وتقعدي على الفيسبوك او الواتساب او اليوتيوب وتقعدي بقى تتفرجي ومش عارفه ايه. هتلاقي الوقت بيجري منك وبيستنفذ وقتك ويحصل عندك تركيزك قل، هتتشتتي. برضو من اللي بيقعد قدام التلفزيون مسلسل هيجيب مسلسل، هتبص تلاقي يومك ضاع. خلاص انت ما انجزتيش اي حاجه في يومك، وقتك ضاع. لا احنا مش عايزين كده. انت هتبعدي عن اي مصادر خارجيه. موبايلك ده له وقت في يومك، بعد ما تخلصي حاجتك وتنجزي كل اللي وراكي تقعدي بقى على موبايلك، تقعدي على تلفزيونك او قدام مسلسلك المفضل. وبرده وانت ماسكه موبايلك او ماسكه او قاعده قدام التلفزيون، برده لازم برده، واحنا ده وقت بنتاخد مننا، لازم وانا قاعده على موبايلي اتفرج على حاجه تفيدني، حاجه استفيد منها، حاجه ما بقاش ضيعت وقتي وخلاص. لا، اتفرج على برنامج حلو، على حاجه هادفه، على طبخه حلوه اعملها لاولادي، على معلومه كويسه اجيبها استنفع بيها في حياتي. لو قعدت قدام التلفزيون اتفرج على برنامج حلو اخد منه معلومه، اتفرج على مسلسل هادف يعلمني حاجه كويسه. ما تضيعيش برضو وقتك قدام التلفزيون بالساعات وانت قاعده مش عارفه انت بتتفرجي على ايه، ولا ماسكه موبايلك بالساعتين 3 وانت بتتصفحي كده وتبصي يمين وشمال، ما انجزتيش اي حاجه. برضو حبايبي زي ما قلت لكم ان احنا برضو الوقت بتاعنا ده غالي، والوقت اللي بيروح ما بيتعوضش تاني. فاحنا نستنفع بوقتنا وننظمه ونستغل فيه كل حاجه فيه، عشان يعني ايه نطلع كده ان احنا معانا معلومات، يعني ايه ننمي من نفسنا، ما نضيعش وقتنا كده وخلاص. احنا قلنا ايه؟ رابع بقى خطوه، قلنا ان احنا نبعد عن اي مصادر خارجيه، وابدأي بالمهام السهله، ان انت تبدأي في يومك بالمهام السهله. بمعنى ايه؟ ان انا ابدأ في يومي بالحاجه السهله اولا، ثم الاصعب ثم الاصعب. ليه بقى؟ انا دلوقتي بكامل طاقتي، لسه بكامل طاقتي ولسه فيا نفس ولسه فيا ايه جهد، ان انا هعمل حاجه الاسهل فالاسهل فالاسهل. اما اجي اوصل للاصعب هبقى لسه عندي طاقه فهخلص. لكن انا لو بدات بالحاجه الصعبه الاول فانا هلاقي الوقت بيجري ويضيع مني، طاقتي كلها هتستنفذ، وقتي ضاع. فخلاص عملت الحاجه الصعبه هتلاقي الاسهل فالاسهل فالاسهل، وقته ضاع منك، فهيجي عليك يعدي يومك وانت ما انجزتيش حاجات كتير. فاحنا هنبدا بالاسهل ثم الاصعب. عفوا. خامس حاجه ودي برضو مهمة جدا جدا جدا، اللي هي ايه؟ ساعة لنفسك. تحددي وقت لنفسك اخر اليوم بقى، خلاص انت انجزتي يومك، عملتي كل حاجة في يومك، خلاص ظبطتي كل حاجة، رتبتي كل حاجة، وقتك كله منظم معاكي. هتعملي بقى ساعة لنفسك. ايه؟ خدي نفس عميق واشحني طاقتك، اقعدي كده اشربي مشروب حلو كده، مشروبك المفضل، صفي ذهنك، واقعدي كده ايه ساعة الفصلان زي ما بيقولوا، اللي انت تقدري بقى بيها ان انت ايه ترتاحي من يومك كله، وتبدأي تفكري في اليوم اللي بعده ان شاء الله يبقى يوم جديد، تبقي قايمة بكامل طاقتك وبكامل صحتك، وحققتي لنفسك السلام النفسي والارتياح النفسي، اللي هي الساعة لنفسك، اللي هي دي اهم حاجة. يبقى انت كده عملتي في اول يومك، في اول خطوة ساعة لنفسك اول ما صحيتي، وعملتي ساعة لنفسك قبل ما تنامي. نظمي اوقاتك تسعدي بحياتك. وهنا حبايبي يكون انتهت خطواتنا ويكون انتهت معلوماتنا. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك،
وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد، وعائلتنا تكبر بيكم، وان شاء الله تشوفوا موضوعات احلى واحلى وتشوفوا احسن واحسن. ادعموا القناه عشان تشوفوا كل ما هو جديد وكل ما هو جديد. انا بتمنى ان كل اللي يشوف القناه ويشاهدها يشترك في القناه، عشان هيشوف حاجات جديده ومعلومات مفيده، وهيشوف معانا حاجات حلوه جدا في القناه. ادعموا القناه عشان عيلتنا ان شاء الله تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.